الحصول على 3 أيام عمل. للحصول على موافقة العمل 3 أيام فقط في الأسبوع يجب اتباع الخطوات التالية. ينبغي على الموظف تقديم طلب فعلي للجهة المختصة وهي المسؤولة عن الموافقة أو الرفض لتقديم جزء من وقته للعمل، وذلك وفقا للقواعد المحددة من قبل تلك الجهة. يجب على الموظف تقديم طلب للعمل بجزء من وقته والالتزام بالعمل لمدة 3 أيام في الأسبوع بغض النظر عن عدد أيام العمل في وحدته العملية. بيحق للموظف الحصول على 65% من أجره الوظيفي والمكمل. الموظف سيحصل على 65% من الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المعتادة. هيتم خصم الاشتراكات والتأمينات الخاصة بالموظفين من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وسيتم دمج فترة الاشتراك بالكامل ضمن مدة اشتراك الموظف. يفهم بأن الأجر المكمل يشمل أي دخل يحصل عليه الموظف نتيجة أداء وظيفته بغض النظر عن الأجر الوظيفي الأساسي.